إذا الآن راح ندعو أعضاء لجنة تحكيم الفيلم القصير إلى الالتحاق بنا على المسرح للإعلان على جائزة الوهر الذهبي للفيلم القصير. تفضلوا. يتفضل معنا لجنة تحكيم الفيلم القصير رئيسة اللجنة عرين عمري من فلسطين، فادي أبي أسمر من لبنان، وحمزة جاب الله من الجزائر. طيب قبل الإعلان بس قولي لي عرين، كيف كانت المسابقة وكيف كان المد والجزر بينكم كلجنة تحكيم؟ رائعة كانت. مساء الخير. بس أحط النظارة بشوفش إشي. تفضلي، العمر أحكام برضو. مساء الخير، مساء السينما بوهران الباهية، الحضور الكريم. اسمحوا لي أن أشكر وزيرة الثقافة والفنون ومحافظ المهرجان وجميع الداعمين والقائمين على هذا المهرجان. أذكر عندما كنت صغيرة دخلت حدود الجزائر سينمائياً قبل أن أدخلها جغرافياً من خلال مشاهدة فيلم القلعة للمخرج الجزائري محمد شويخ، ومن هنا بدأت اهتماماتي بالسينما الجزائرية. لجنة التحكيم للفيلم الروائي القصير زملائي فادي أبي سمرة وحمزة جاب الله شاهدنا 14 فيلم روائي قصير، وشاهدنا ما تمر وما نمر به بهذا الزمن، زمن يختنق به الأمل تحت ركام الحرب والإبادة والهجرة والسجن والألم والوحدة والظلم والقهر والمجاعة والحزن الكبير الذي نمر به جميعاً ببلداننا العربية. ومن هذا الوضع المأساوي والغير عادل إنسانياً تولد بنا إرادة لتعيد الإيمان بالحياة وبالسينما، ومن يحب السينما يحب الحياة، لأن السينما تجمع جميع الفنون وهي انتصار لمعركة الوجود على هذه الأرض. حماية السينما هي حماية الأوطان. شكراً. شكراً لرئيسة لجنة التحكيم. يلا بينا نعلن عن اسم الفائز. جائزة الوهر الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير، اسمي أمل، سوريا، إخراج شروان حاجي. ألف مبروك. ألف مبروك لسوريا. لسوريا. ويتقدم الممثل حسان الصالح بالنيابة عن مخرج الفيلم. حسان أين أنت؟ جاي. أيوة، أهلا وسهلا. ألف مبروك لسوريا. كيف كانت قصة الفيلم عرين؟ شو اللي شدكم فيها؟ شو اللي شوقك فيها؟ وصل. ألف مبروك حسان. مبروك. ولكل فريق العمل. ألف مبروك لكم. الفيلم كان عن موضوع السجون والتعذيب في سوريا. ألف مبروك. باسم مرتضى هو راح يتسلم الجائزة. صورة. تفضل حسان. كلمة إذا بدك. هيك ناخذ صورة تذكارية ونلقي كلمة. تفضل.